السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. هنقدم النهاردة وصفة بسيطة كده وسهلة. لو انت راجعة من الشغل متأخرة او مش عايزة تطبخي يعني اكل وفي حلل وكلام من ده. الوصفة دي هتوفر عليكي طبعا ان انتي تطبخي في حلل وكده زي ما قلتلك. هتتعمل كلها السمك والخضار، شوية خضار كده في صينية واحدة. يلا نسمي بالله ونصلي على الرسول عليه افضل الصلاة والسلام، ونشوف عملنا الوصفة ازاي. وصفة مفيدة جدا. هنعملها مع بعض. ده عبارة عن كيلو سمك مجمد، بس هو مش ماكريل بصراحة، أنا مش عارفة اسمه، بس أنا لقيته سمك كده طازة. جبت منه أول مرة أعمله، بس كان حلو جدا لما جربته. يا ريت لي يعرف اسمه يفيدني في التعليقات. أول حاجة طبعا جبت المقص عشان نقص الزعانف بتاعتها وأنضفها زي أي سمك كده ما بيتنضف. لازم نشيل الحاجات دي برضو علشان لما يتقدم يبقى إيه، نضيف كده مع الأكل. طبعا بنشيل الراس. الأسماك المجمدة دي مشهورة إن الراس بتاعتها هي اللي بتعمل ريحة الزفارة. بعد كده بنفتح البطن ونشيل أي حاجة فيه. هي البطن بتاعتها بتبقى غير السمك البلطي والحاجات التانية، مش بتبقى مليانة قوي، سهلة في التنظيف. ممكن تنضفيها بالسكينة أو بالمقص زي ما انتي شايفة كده بالشكل ده. خلاص بننضف الكمية كلها ونحاول نشيل كده الراس بتاعت السمك ونشيل الزعانف. بعد كده حطيتها في المية زي ما انتوا شايفين كده، بس مش هنكتر عليها في المية علشان الأسماك ديت لما بتتحط في المية مدة كبيرة بتتهرى معانا. هنحاول ننضف السلسلة بتاعة الظهر كده ونطلع منها أي دم. أنا بقول الوصفة بالتفصيل عشان في ناس مغتربين وحابين يعرفوا ازاي ينضفوا سمك مثلا، بيبقى نفسهم في حاجات زي ديت، بس طبعا الأكل ده بيبقى بره غالي جدا. ممكن نشيل السلسلة أو ممكن نسيبها. ممكن لو بتسيبيها بتبقى السمكية ماسكة نفسها كده. لو ان السلسلة حواليها الجلد او اللحم كده مهري زي دي، انا شلتها اهو، مش منها فايدة يعني. خلاص بعد الخطوة دي ابتديت افتحها كده بالشكل ده، عشان طبعا هنحطها في الفرن عشان السوا يدخل جواها، وعشان برضو التتبيلة تدخل جواها لما نيجي نتبلها. احنا مش بننقعه في المية، احنا بنتبله بعد كده ونسيبه شوية كده في التتبيلة ساعة ولا حاجة يشرب منها. خلاص احنا فتحنا السمك كله بقى بالشكل ده. خلاص التتبيلة بتاعته اهيت هنجيبها مع طبعا شوية الليمون. السمك المجمد ده بيحب الليمون جدا. ده عبارة عن ملح وكزبرة وكمون، بس مش فيه اكتر من كده. وكام ليمونة كده، 3 ليمونات. نحاول نكتر عليه شوية ليمون كده عشان ايه طبعا تطلع ريحة الزفارة منه، ونقلبها بالشكل ده. هو طبعا مش بيستحمل، بيبقى مجمد مش بيستحمل. هنشيله في التلاجة وهنجهز بقى الخضار الموجود عندنا عشان نرصه تحته في الصينية. وحاولت اقطع البطاطس، طبعا لازم نقطعها تقطيعة تخينة كده عشان ما تتهرش برضو في الصينية معانا بالشكل ده. هنقطع الكمية كلها. بنحاول برضو يعني اللي موجود عندنا نحطه. الفلفل بيديله ريحة جميلة جدا في التتبيلة دي، بدل ما نقعد نعمل تتبيلة بصل وطماطم ما بتتاكلش. دي ممكن تتاكل جنب الرز، لو عملنا طبعا جنبه شوية رز السمك. يبقى في مثلا أطفال بيحطوا مثلا من الخضار ده جنب الرز وياكل ايه مع السمك. بتبقى وجبة مفيدة جدا وحلوة جدا. انا بحب دايما ارصها تحت السمك وتحت الفراخ، عشان لو مثلا في طفل ولا طفلة مش عايزين نوع الخضار اللي احنا طبخينه مثلا، بيحاول ياكل من هي الحاجات اللي متحمرة في الصينية دي. خلاص جهزنا الصينية، هنرص الخضار بقى كله على بعضه كده. البصل والفلفل والطماطم ده كله بيدي طعم لبعضه وبيدي نكهة حلوة جدا وريحة جميلة جدا مع البصل. طبعا بنتبل برضو الخضار لوحده نفس التتبيلة، ملح وكزبرة وكمون، وبرضو عصرت عليه ليمونتين كده. الليمون حلو جدا برضو مع الخضار وبيديله مزازة كده وطعم حلو تحت السمك. هنقلب الخضار كده كله مع بعضه. برضو السمك احنا سيبناه برضو يتنقع كده شوية في التتبيلة بتاعته، مش في مية، عشان يشرب التتبيلة. هنرصه بقى فوق الصينية كده بالشكل ده. نحاول نرصه ونغطي كده بيه الخضار. اي كمية بقى سمك انت عاوزاها، اي كمية خضار انت حباها. ده البهاريز بقى بتاع التتبيلة هنحطها على السمك وعلى برضو الخضار اللي تحته، هيبقى بالمنظر ده.
خلاص كده ممكن نحط شوية مية بسيطة مع الخضار ده، زي شوية زيت برضو عشان تدينا تحمير. لو انتي خايفة الخضار ما مثلا يتلسع معاكي في الفرن ولا حاجة، حطي شرشاء مية صغير. خلاص دخلته على درجة حرارة 200، طلع لنا بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، والتتبيلة اللي تحته والخضار كان طعمها جميل جدا، واخدة من ريحة السمك ومن طعم السمك. جربوها جنب شوية رز بني. بألف هنا وشفا. ويا ريت لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تدعموني باللايك والشير والاشتراك في القناة. وشكرا لحسن متابعتكم، أترككم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.